واجعلنا من الأخيار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tuh. Tuh, tes. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Innal habib al-Mustafa zurafati wa zuwafa wa zikruhu fihi shifa idza tamat bil ilal wa zikruhu fihi shifa idza tamat bil ilal. Innal habib al-Mustafa zurafati wa zuwafa wa zikruhu fihi shifa idza tamat bil ilal wa zikruhu fihi shifa idza tamat bil ilal. Nilna bihi طول المدى نصرا على كل العدا. نلنا به طول المدى نصرا على كل العدا. يسونا أن يبتدى بالروح منا والمقل. يسونا أن يبتدى بالروح منا والمقل. إن الحبيب المصطفى ذو رفعة
وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل طارت له أرواحنا دامت به أفراحنا طارت له أرواحنا دامت به أفراحنا زالت به أثرنا وهو الرجاء والأمل زالت به أثرنا فهو الرجاء والأمل إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل وهاي نبي kami rindu izinkanlah untuk bertemu wahai Nabi kami rindu
أحببناكم سلام الله كم تعيننا تغيثنا بهمتكم وجدواكم فأحبونا وأعطونا عطاياكم هداياكم شاكم فلا خيبتم ظني فحاشاكم وحاشاكم شاكم سعدنا إذ أتيناكم وفزنا حين زرناكم يغشاكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم من الرحمن عسى نحظى عسى نعطى مزايا من مزاياكم عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم يا سادة من الرحمن يغشاكم عسى نظرة عسى رحمة تغشانا وتغشاكم سلام الله يغشاكم سلام الله حياكم وعين الله ترعاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم وصلى الله مولانا وسلم ما أتيناكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم على المختار شافعنا ومنقذنا وإياكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم تحيات البركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم يا ولي الله. السلام عليكم يا خيرة الله. السلام عليكم يا صفات الله. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم صلوات ربنا عليكم ورحمة ربنا عليكم ومغفرة ربنا عليكم ورضوان ربنا عليكم. السلام عليكم يا أهل القبور وآتاكم ما توعدون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله. كيف وجدتم لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله. اجعلنا من خواص أهل لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام البالية والعظام الناخرة والشعور المتمزقة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل اللهم عليهم روحا منك وسلاما منا. السلام عليكم إخواننا من المسلمين والمؤمنين. يرحم الله منكم المتقدمين والمتأخرين. آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وكتب حسناتكم وتجاوز عن سيئاتكم واجمعنا وإياكم في مستقر رحمته. يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. يا واسع المغفرة اغفر لنا ولهم. يا واسع المغفرة اللهم إنا وقفنا في مشهد وليك هذا ولنا حاجات ولنا مطالب ولنا مقاصد ولنا آمل أملناها ونسألك الله أن تقضي لنا الحاجات وتعجل لنا بالمطالب وتبلغنا جميع المقاصد والآمال إنك سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات
إنك على كل شيء قدير. تفضلوا اجلسوا. الفاتحة و11 من قل هو الله أحد والتحليل والتسبيح والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتيسير من الدعاء نهدي هنقدم ثواب القرى إلى رسولنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه جميع سمع الأرض وكافة المقرب في مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا سارة المقدم لهم على الوجه زنبر في القدر أجمعين وأهل حاضر وقل خصوصا المجيد اللهم صل وسلم على المقدم محمد بن البعلوي ثم إلى أرواح جميع المقرب من أهل البلدة أهل فليبان دار السلام خصوصا صاحب الحضر المقام الحبيب البركة الحبيب عقيل بن محمد بن مريم يحيى وأصوله وفروعه وبناته وذريته وذوي الحقوق على جميع المتقدم في هذه الدار من العلماء الصالحين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفات الدنيا الآخرة ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم عماتنا عماتكم المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة أن الله يدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم كرامات الدنيا الآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عبد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
إلا الله لا إله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله سبحان الله وبحمده العظيم نستغفر اللهم الله صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم وسلم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد بالأولين والآخرين صل وسلم على سيدنا محمد بالنبيين والمرسلين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأوصل تقبل ما قرأنا وما قرأ القارئون إلى سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى المهاجر والله أبي أحمد بن عيسى البقي المقدم أبي محمد بن علي بالوي
وأوصولهما وبرهم ثم إلى المقدم الثاني باب الرحمن ثقاف أولاده سلطات والمنتسبين إليهم والآخذين عنهم ثم إلى الحبيب علي بن أبي بكر سكران خلافة الله بن أبي بكر سكران ثم إلى الحبيب العيدروس الأكبر ثم إلى الحبيب أحمد شاه بن الأكبر ثم إلى الحبيب أبو بكر بن سالم ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاشي علي بارا ثم إلى الحبيب عبد الله بن علوي حداد ثم إلى الحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى أرواح كافة الأولياء إلا بمشارق الأرض إلى مغاربها برها وبارها منهم الحبيب أبي حامد بن علي حداد وأخي أبي محمد بن علي حداد ثم إلى الحبيب علي بن شيخ زكاب ثم إلى الحبيب أحمد بن حسان الأبشي ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور ثم إلى الحبيب عبد الله بن سالم الكعب ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي ثم إلى الحبيب أحمد بن عامر الكعب ثم إلى الحبيب علي بن أحمد بن حسين ثم إلى صاحب التربة حبيب البركة الحبيب أحمد بن شيخ بن شاب وأصولي وبرهم ثم إلى الحبيب عبد الله بن إدروس من شاب ثم إلى الروح Pangeran Syarif Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim ثم إلى الروح Pangeran Syarif Husain من شاب ثم إلى الحبيب محمد بن مسلم ثم إلى روح منظرنا إليه الحبيب البركة الحبيب عجل بن محمد بن عمر بن يحيى وصلي اللهم صواب ذلك منا إليه وجعل نورا يسعى يتلألأ بين يديه يا رب بهم وبآله من أجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآله من أجل بالنصر وبالفرج وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحمدك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم على العالمين. الفاتحة وقراءة لبر أولي الأبصار بإسراء النبي المختار لمؤلفه السيد حبيب المحمود الحبيب المحمود والداعي إلى المعبود الحبيب محمد بن حسين معبود على نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا وعلى نية أن الله أن الله سبحانه وتعالى يزيدنا الإيمان والإطمئنان وانشراح القلب على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء يا ليلة المعراج والإسراء كم عبرة فيك وكم ذكرى يا ليلة أبدا مقام المصطفى قد قصرت عنه ذر الجوزاء سبحان من أسرى بخير عباده وحبيبه في ليلة الظلماء من مسجد ذي حرمة في مكة ذي المسجد الأقصى بغير عناء بركات ربي حوله وبقربه فأراه من آياته الغراء ركب البراق وآخذ بركابه جبريل يحرسه من الأعداء وبطيبة قال الأمين له إلى هذه تهاجر موطن الآباء صل لربك ركعتين فمن هنا
أيضا تفارق موضع الأحياء وبمدين صلى بأسفل شجرة قد ظلت موسى بقرب رعائي وبطور سيناء المقدس سره صلى النبي هناك وسط عرائي وببيت لحم للمسيح وأمه صلى الرسول لخالق الأشياء وتعقب العفريت إثر نبينا من فيه شعلة ناره الحمراء فتلا النبي دعاء جبريل الأمين فخر مسروعا على الصخراء ورأى أناسا زرعهم وحصادهم يومين ثم بدا بحال نمائي جبريل أخبره غيب سؤاله وأجابه أهل الجهاد أولئك ولدى سؤال عن أريج فائح قال لماشطة بدار بقائي ولقد أراه الله إذ أسرى به أنواع تعذيب على الخبثاء فليعتبر من كان يعصي ربه ويتوب سريعا قبل حل فنائي وأتى على واد فحس نبينا بشذا نسيم عاطر وغناء صوت الجنان نسيمها وأريجها تشتاق للحنفاء والصلحاء وبثاني واد مر راح نتانة ووعى دويا راجف الأرجاء صوت لنيران تتوق لأهلها من كان لله من الأعداء من فتنة الدجال يا صاح استعذ فلقد رأى بعينه العوراء وهناك أملاك رآهم يحملون عمود إسلام عظيم ضيائي وبأرض شام يؤمرون بوضعه فالشام قد صارت إلى الخلفاء ودعاه للتعويد والتنصير صوتا ما استجاب له بكل إباء وبدت له الدنيا بصورة غابة حسنا لم تحظى برد
دعائي وبمرة أخرى لقد ظهرت له مثل العجوز دنت لوقتي فنائي وتعرض الشيخ اللعين له يناديه هلم فباء بالإحزاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وامدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء لقى النبي جماعة ووجوههم تحكي مصابيح هدى والسناء فهم الخليل ومستعين سبادروا بتحية للمصطفى وندائي يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء ورأى الكليم مصليا في قبره وحياة روس لله كالشهداء وبدا الخليل مع العيال علىهم نور بأسفل دوحة خضراء يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء قرأ السلام له فراد دم راحبا بلطيف
بالله عوذنا من لظى وبلاء وإلى المدينة من يمان بابها دخل النبي مواجها الأضواء يا رب بالمقدار فرج كربنا وأمدنا بسر إسرائيل نور على محراب هدى المنيب وآخرون فوق ثرى العذراء بالمسجد الأقصى صلاة تحية صلى وجبريل بوقت صفاء يا رب بالمقدار فرج كربنا وأمدنا بسر إسرائيل حتى إذا كل نبي قد أتى وملائك نزلوا إلى الأنحاء جبريل آذن للصلاة أقامها واختار طه يوم أولئي يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر إسرائيل وتحدث الرسل الكرام بشكرهم لله كم عدوا من النعماء وتكلم المختار بينهم وقد ذكر الخصائص بعضها بثناء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء هو رحمة للعالمين وخاتم وإلى الخلائق مرسل جمعاء يا رب بالمختار
المختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء والأمة الوسطى لأحمد فضلهم يربو على غير لهم وسواء وكتابه الفرقان تبيان لما قد كان من شيء من الأشياء وتذاكروا إذ ذاك فيما بينهم الساعة الحق على استخفاء سكتوا ولكن المسيح أبان عن بعد لأشراط لها بجلاء وتكلم المختار قال بعثت وساءتك هاتين مع الإيماء قد هان من عسل ومن لبن له مما به من عطشة وظماء فأصاب من عسل قليلا وارتوى من كاس در وهو خير غذاء وأتي بمعراج ليرقى صاعدا نحو السماء بهمة قرساء لاقى من الترحيب والتانيس من رسل وأملاك بكل سماء في أول كان اللقاء بآدم ولديه أسودة بلا إحصاء ورأى الخليل بسابئ أو صابئ ثار غراس الجنة الغناء في بيتها المعمور صلى معه أرواه أمته ببيض كساء وأتى إلى ملأ هو الأعلى فجبريل كهلس قد بلي للراء وعلى لسدرة منتهى العزمى التي جلت عن الأوصاف للبلغاء من عسجد أوراقها ولورقة منها تزل الخلق باستيفاء أمثال غربان الإيضاح ملائك لم يسأموا التسبيح سبح مساء تأويلها أرواه أمة أحمد ماتوا على الإسلام في السعداء من أصلها تنساب 4 أنهر نهر لخمر ثم نهر الماء وبثالث لبن وبرابع عسل ذهب بصفاء والكوثر الموعود موردنا غدا ينساب منها فائق الإرواء ثم جنان الخلد كان دخوله فإذا بها ما له رائي والأذن للإنسان ما سمعت به في القلب لم يخطر لدى العقلاء يا رب بالمختار فرج كربنا
أبعدنا بسر الإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء فبيوتها من لؤلؤ وترابها مسك يعطر أبعد الأنحاء وتفتحت أبواب نيران له فبداه غازنها تحية جائي يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء لم يبتسم قط بطول حياته وعبوسه بلوى على سجناء بالمستقوى رضي النبي وقد صغى لصريف أكلام بكل قضاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء وهنا أجل حوادث المعراج إذ نال قربا ليس للنظراء جبريل قال مقامي حتى هنا قم فرقا في أمن من الأسواء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء وبحجب أنوار الجلال يخوض متجها لحضرة ألطف اللطفاء فدنا الحبيب كقاب قوسه وخار إلى السجود بذلة ورجاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء فدنا الحبيب كقاب قوسين وخار إلى سجود بذلة ورجاء ورأى الإله فيا لها من نعمة خصت بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء سل تعطى واشفع لا نرد شفاعة
معنى الخطاب لسيد الشفعاء يا رب قد أعطيت رسلك رفعة وخصائصا من أعظم النعماء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمتنا بسر للإسراء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر للإسراء فبالخليل بخلة خصصته وأخي الكليم خصصته بنجائي ووهب الترئيس من أجائب حكمة وكتابه الإنجيل جمع سنائي فأتى جواب الحق جل جلاله خص الرسول بأعظم الآلاء جعل النبي حبيبه وصفيه وهباه 7 مساني لسنائي بقرة وأيضا أسهم الإسلام مثل دائم لبناء وسطا وأفضل أمة أمته شهداء على الناس بيوم قضائي وقضى بفرض الخمس لكن أجرها 50 تخفيفا على الضعفاء ثم نزول من السماء مودئا ممن بها بتحية ودعاء فرأى بأسفلها دخانا مظلما وقبيح أصوات لدى إصغاء تلك الشياطين تهوم على عيون الخلق كي لا يفكر بآلاء قص النبي على قريش صبحه مصره حول البيت بالبتحاء والمسجد الأقصى لهم عرفه وعديد أبواب له بوفاء وأضاف قد مررت بعيركم فأتت كما قال من الروحاء سهروا به إذ لم يكر قوله وكذاك أهل الكفر والإغواء لكن أبو بكر يكرر قوله عند الرسول صدقت في الإسراء وخلاصة المعراج والإسراء يا مسلمون نظمت قصد الرجاء رحمن أفوا شاملا ودوام توفيق وجزل عطاء وعناية عظمى بذريتنا وشفاعة من سيد الشفعاء وحماية
المسلمين جميعهم من كيد الشيطان ومن أعدائه وهلاك قوة اليهود ومن لهم شرك بنصرتهم من الخلفاء ثم الصلاة على النبي وآله سادة الشرفاء وعلى السهاب مهاجر ونصيرهم وعلى المحب لهم بصدق الولاء يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء مولاي صل وسلم دائما بدا على حبيبك خير خلق كلهم يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمام الأبونا سحقتكم سعيو وفوق مطون العين رسومي ومن هو الآيات القبر لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ساريت من حرمين ليلا حيلا حرمين كما سار البدر في داجم من الظلام وبرت تركا إلى أن نلت منزلا من قاب قوسين لم تدرك ولم تربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديما ما دومن أغدى خدمي وأنت تحترق سبع اتباقا بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع سأوى لمستبيك من الدنو ولا مركا لمستديم عبدت كل ما كان من بالإضافة
نوديت بالربع مثل المبرد العالمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيما طابوت بوصل عين مستدير عن العيون وسر عين مكتسم فحزت كل ما خار غير مسترك وجزت كل ما كان من غير مزدهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما ولدت من رتب وعز إدراك ما ولدت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم نزرعنا وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منعدم لما دعا الله داعينا لطاعته في أكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Bismillah, bayi yang mau ditasmiyah diharapkan dikeluarkan. Bayi yang mau ditasmiyah diharapkan dibawa sekarang. Masalah bab, kitab dan lembaran qasidah diharapkan untuk dikumpulkan. Kitab qasidah dan lembaran qasidah untuk diharapkan dikumpulkan kembali. Panitia tolong dirapikan. Habibnya Umi Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di hadapan kita ada seorang bayi perempuan yang akan diresmikan namanya, yang telah dimupakati oleh kedua orang tuanya, disetujui oleh jid dan jidaknya dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus, sesuai dengan tunjuk Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma' abaikum fa ahsinu asma'akum, sesungguhnya kalian kelak di hari kiamat akan dipanggil nama-nama kalian, maka perbaguskanlah nama kalian. Alhamdulillah, dengan nama yang bagus anak ini diberi nama yaitu Syarifah Badi'atul Aminah, Badi'atul Aminah binti Sayyid Ahmad Syafiq bin Al-Habib Qasim bin Husain bin Ali bin Syahab. Semoga ini anak akan menjadi anak yang salehah, taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat, berguna untuk Islam, muslimin, nusa dan bangsanya. Dijaga olehnya Al-Quran, dijaga olehnya As-Sunnah, dan menjadi qurratu ain Sayyidil Kaunain wa Asyrafis Tsaqalain Jaddil Hasan wal Husain ala adiniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Rasulillah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amika wa mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal azimi subhanika. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم إنا قد حضرنا قصة معراج نبيك الكريم ورسولك الكريم العظيم ورسولك المبارك العظيم، فاقضي علينا ببركاته لباس العز والتكريم، وأسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا بالجنة بالمقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أن تكوننا معينا وشفيعا، وبوئنا من الجنة غرفا، وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار والسادات الأبرار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا عزيز يا جبار، واحرسنا من جميع المحاسد والمفاسد والمكاره والمخاوف والأخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والأسرار والإسرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا فإنك أنت الغفور الغفار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ومن الجهل والكسل والحزن ومن العجز ومن الجبن والبخل
ونعوذ بك من غلابة الدين وقهر الرجال. اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته العليا واعطه سؤله في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى. اللهم اجعل سيدنا محمدا من أكرم عبادك عليك كرامة ومن أرفعهم عندك درجة ومن أعظمهم خطرا ومن أمكانهم شفاعة. اللهم أتبعه من أمته وذريته ما تقر به عينه واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته واجز الأنبياء والمرسلين كلهم خيرا. وصل وسلم على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وبينهم من الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن حضر ولمن غاب عنا من المسلمين أجمعين ولمن أوصانا وأوصيناه بالدعاء. اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية علينا وعلى جميع الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة سيدنا محمد سيد المرسلين. اللهم طهر قلوبنا من الرجس الحسي والمعنوي والأدنس وأعذنا من شر الجنة والناس. اللهم لا تحينا في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا يا مولانا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة قبول بك وبيا سيد الرسول صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina ya rab innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Siyaratul habaib wal a'mam أخص بالذكر سيد الوالد أبويا عمر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن شهاب والأستاذ الحبيب محسن عبد الله الحبشي والأستاذ شكري بن علي بن شهاب والحبيب Ali bin Abdullah bin Hamid dan semua para habaib yang lainnya. Tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga dengan perkumpulan mereka, berkat mereka menambahkan keberkahan kita di tempat ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih menyempatkan untuk kita bisa hadir dalam memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Magam Al-Habib Agil bin Muhammad bin Umar bin Yahya, sekaligus penutupan daripada majelis bulanan Asuhan Al-Habib Al-Ustaz Syukri bin Ali bin Syahab. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum menginjak acara selanjutnya yaitu tausiah, Al-Faqir akan menyebutkan atau mengumumkan acara-acara untuk malam berikutnya. Malam besok, Rabu malam Kamis, acara peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diadakan di Pondok Pesantren Rubatul Muhibbin Asuhan Sayyidul Walid Abuya Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Waktu ba'dal maghrib
sampai selesai. Alamat Jalan Lebak Murni Sao. Kemudian acara untuk malam selanjutnya lagi, Kamis malam Jumat, acara peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad diadakan di Majlis Syababul Mustafa. Waktunya ba'dal Isya sampai dengan selesai. Alamat di belakang Pasar Kuto 8 Ilir. Sekian info undangan dari kami. Kemudian selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh akhina Sayyidul Habib Sayyid Al-Habib Hasan bin Alwi Al-Kab. Fa'alih falyatafaddal mashkurah ma'jurah. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Mukarram wal-Mukhtaram Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab wa Abuya Al-Habib Muhsin bin Abdullah bin Syahab wal-Habib Syukri wal-Habib Muhsin bin Abdullah bin Al-Habsyi wal-Habib Syukri bin Ali bin Syahab wa kadzalika amuna Al-Habib Ali bin Abdullah bin Hamid wa kadzalika wakafatil habaib wal asatid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih selalu senantiasa memberikan, mengkaruniakan serta mencurahkan daripada nikmat-nikmatnya terhadap diri kita. Baik nikmat tersebut nikmat jasmani, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan serta nikmat waktu luang yang Allah berikan terhadap diri kita. Hingga Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah kaki kita menuju ke tempat yang mulia guna untuk duduk bersama-sama mengingat Allah, mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersama-sama di depan maqam aulia Allah, yaitu Al-Habib Aqil bin Muhammad bin Umar bin Yahya. Maka daripada itu marilah kita syukuri nikmat Allah yang penuh berkah terhadap diri kita. Dan begitu juga nikmat rohani, nikmat iman dan Islam, yang mana kedua nikmat ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga oleh Allah hingga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena berkat baginda Nabi Muhammad kita dimuliakan oleh Allah. Karena berkat baginda Nabi Muhammad kita disayangi oleh Allah. Karena berkat baginda Nabi Muhammad kita dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Sampai Allah memuji kita di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang aku keluarkan untuk manusia pada zaman sekarang ini. Ini semua berkat keberadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, linuriyahu min ayatina. Apa kata Allah? Agar kami memperlihatkan kepada hamba kami yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Kita telah mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah, hiburan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena hal yang pertama yaitu beliau ditinggal oleh istri beliau yaitu Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian beliau juga ditinggal oleh paman beliau yang tercinta yaitu Abu Talib. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tasliyah, hiburan atas diri baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tidak begitu ikhwan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggal dua orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, dua orang yang selalu menopang dakwah baginda Nabi Muhammad, dua orang yang selalu membela dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dakwah ke Taif, beliau bukan disambut dengan sambutan yang hangat, akan tetapi beliau disambut dengan bebatuan, dengan lemparan batu. Ketika beliau di Mekah, beliau dicaci, dilempari dengan omongan-omongan yang kotor, dihina, dicaci maki, akan tetapi beliau sabar. Begitu juga beliau di Taif, beliau dakwah, dilempari oleh orang-orang sana dengan bebatuan sampai mengalirkan darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka daripada itu ma'asyiral hadirin, apa yang kita bisa ambil daripada peristiwa ini? Yang pertama, Al-Faqir akan membahas kesabaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menahan emosinya baginda Nabi Muhammad terhadap orang yang berbuat jahat kepada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah salah satu metode dakwah Rasulullah yang diterima oleh masyarakat, yaitu sabar, bersih hati, tidak membalas kejahatan orang itu dengan kejahatan. Akan tetapi ketika hak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijahati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membalas kejahatan tersebut dengan kejahatan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas kejahatan tersebut dengan kebaikan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini Al-Faqir akan membawakan suatu cerita. Ada seorang sahabat yang bernama Anas bin Malik, orang yang berkhidmah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari masa kecil, pasti mempunyai kenangan yang banyak terhadap diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Anas bin Malik, ada salah satu pesan Nabi yang selalu terbekas di dalam ingatanku. Pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menepuk pundakku, kata Anas bin Malik. Seraya beliau bersabda, "Ya bunayya, in qaddarta an tusbiha wa tumsiya laysa fi qalbika ghisyun li ahad faf'al." Wahai anakku, jikalau engkau di pagi hari dan di sore hari mampu untuk tidak membenci seseorang yang berbuat jahat terhadap engkau, maka lakukanlah perbuatan tersebut. Fa innahu min sunnati, karena perbuatan tersebut termasuk daripada sunnahku, kata baginda Nabi Muhammad. Wa man ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, yang mencintaiku, dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita petik ikhwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Anas bin Malik untuk tidak membenci, untuk menerima apapun yang Allah berikan terhadap dirinya, baik itu cobaan dari Allah itu terasa pahit ataupun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya disyukuri, semuanya diterima dengan rasa sabar. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Kita ingat ketika Fathu Mekkah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kekuatan yang mana di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk membalas dendam kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada baginda Nabi Muhammad, sampai baginda Nabi Muhammad diusir dari kota kelahiran beliau, berhijrah tahan ke kota Madinah karena gangguan dahsyatnya adab daripada orang-orang kafir Quraisy pada zaman tersebut. Ketika Fathu Mekkah, Rasulullah datang dengan damai, dengan tenang. Bahkan orang-orang kafir Mekkah yang berada di Mekkah pada saat itu menyangka bahwasannya Muhammad akan membunuh mereka. Sampai ada perkataan la Quraisy ba'da yaum, tidak ada di hari ini orang-orang Quraisy akan musnah. Orang-orang Quraisy akan dibantai oleh rombongan Muhammad. Itu yang disangka oleh orang-orang ahlu Mekkah pada saat tersebut. Ketika Rasulullah SAW memasuki kota Mekkah, apa yang diucapkan oleh beliau? Man dakhala dara Aba Sufyan fahuwa amin. Siapa Aba Sufyan? Yang dulunya tokoh Quraisy, yang selalu memusuhi baginda Nabi Muhammad, yang selalu menghalangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau mampu untuk membalas dendam, apa yang beliau ucapkan pertama kali menginjakkan di kota Mekah? Beliau mengucapkan, man dakhala dara Aba Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia akan aman. Bagaimana kita perhatikan ikhwan,
bagaimana perasaan Abu Sufyan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat tersebut. Wa man dakhalal masjida fahuwa amin. Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman. Wa man aghlaqa baba dari fahuwa amin. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, dia juga akan merasakan keamanan. Maka daripada itu kita petik ikhwan sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini salah satu cara dilancarkan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada salah satu ucapan baginda Nabi Muhammad yang masyhur sudah didengar di telinga kita, antumut tulaqa, kalian bebas dan tidak dibunuh oleh baginda Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak membalaskan dendamnya terhadap ahlu Mekkah pada saat tersebut. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Ada juga seorang pendeta Yahudi yang bernama Zaid bin Sya'nah, seseorang pendeta Yahudi. Beliau mengatakan bahwasanya aku telah menyaksikan tanda-tanda Nabi akhir zaman, kecuali satu tanda yang belum aku saksikan, kata Zaid bin Sya'nah. Lalu Zaid bin Sya'nah mengatakan, Nabi akhir zaman la taziduhu syiddatul jahli alaihi illa hilman. Ini salah satu tanda yang belum aku saksikan pada diri Nabi Muhammad. Nabi akhir zaman semakin beliau dipancing emosionalnya, semakin beliau sabar. Maka pada saat itulah Zaid bin Sya'nah melakukan transaksi pembelian kurma, tapi dengan waktu pembayaran di depan, tapi dengan tempo telah disepakati antara Zaid bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu saat Zaid bin Sya'nah ingin mengetes kesabaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menagih kurma tersebut sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan pada waktu yang telah mereka berdua sepakati, belum masuk tempo. Dia menagih dengan secara kasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu lagi berdiri tegak dengan menggunakan syal beliau atau rida. Kemudian Zaid bin Sya'nah mencekik leher baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemerah-merahan. Lalu di saat Zaid mencekik leher baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di hadapan Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada Zaid bin Sya'nah tersebut, wahai Zaid, jikalau seandainya engkau bukan di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan tebas lehermu. Apakah Rasulullah menyuruh Sayyidina Umar untuk menebas leher si Zaid? Sedangkan si Zaid ini telah berbuat kasar terhadap diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad. Bahkan baginda Nabi Muhammad memandang kepada Zaid bin Sya'nah tersebut dengan pandangan yang rahmah, dengan pandangan yang tenang, seraya beliau berkata, anta murahu bihusnil iqtida wa ta'muruni bihusnil qada. Wahai Umar, cukup bagi engkau mengingatkan kepada si Zaid tersebut untuk menagih hutangnya dengan baik, dan engkau mengingatkan kepadaku wahai Umar untuk memberikan kurma itu secara baik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada si Zaid bin Sya'nah, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, berikan kurma yang dipesan oleh si Zaid dan tambahkan sebanyak 20 sok. Ditambah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar mengatakan, ditambah wahai Rasulullah. Iya, tambahkan 20 sok. Kemudian kurma tersebut ditambahkan 20 sok dan pesanan si Zaid tersebut diberikan kepada si Zaid tersebut. Kemudian Zaid berkata, aku tidak ada lagi keraguan di dalam hatiku bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah dakwah Rasulullah, membalas kejahatan orang itu dengan suatu kebaikan, membalas kezaliman orang terhadap diri baginda Nabi Muhammad dengan kebaikan. Maka si Zaid bin Sya'nah masuk Islam pada saat tersebut itulah. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Ini intisari sunnah yang sifatnya esensial atau yang sifatnya pokok. Banyak orang yang memperdebatkan sunnah-sunnah yang sifatnya cabang, yang sifatnya far'iyah, tapi meninggalkan sunnah yang sifatnya esensial atau pokok, yaitu kebersihan hati kita ikhwan. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis di dalam surat resmi beliau kepada kekaisaran Romawi pada saat itu yang disebut dengan Raja Herakles. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai surat beliau bukan mengatakan ya adu Allah, wahai musuhnya Allah, wahai laknat Allah,
wahai orang-orang yang jahat. Nabi Muhammad tidak memulai risalah beliau dengan kalimat tersebut, akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai risalah beliau, surat beliau kepada Raja Romawi pada saat tersebut. Beliau mengucapkan min Muhammadin abdillahi wa rasulih, dari Muhammad hambanya Allah, utusan Allah, ila azimir Rum, kepada pembesar kekaisaran Romawi. Salamun ala manittaba'al huda, salam sejahtera bagi orang-orang yang mengikuti jalan hidayah. Itu yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka daripada itu ikhwan, marilah kita introspeksi diri kita, bersihkan hati kita, maafkan orang-orang yang pernah berbuat salah terhadap diri kita, maafkan orang-orang yang pernah berbuat zalim terhadap diri kita, karena ini adalah sunnah yang sangat ditekankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa ikhwan? Kita salat, kita zakat, kita sedekah, kita umrah, tapi hati kita masih busuk terhadap saudara-saudara kita. Hati kita masih mendolimi saudara-saudara kita, baik perbuatan zalim kita itu dari segi perkataan ataupun dari segi perbuatan kita ikhwan. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Yang kedua di sini Al-Faqir akan membahas perihal tentang oleh-oleh yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jalan Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat 5 waktu. Ini hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang kita rasakan. 15 abad yang lalu sampai sekarang kita rasakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, ma sumiyatis salatu salatan illa li'annahu silah baina abdi wa rabbih. Tidak dinamakan salat itu dengan salat kecuali salat tersebut adalah tali hubungan antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Idzan qata'atis sila in qata'atis idzan qata'as shalah in qata'atis silah. Kalau seandainya seseorang tersebut tidak salat, tidak ruku, tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tali silaturahmi kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, tali hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan terputus ikhwan. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, keadaan yang paling dekat seorang hamba terhadap Tuhannya yaitu ketika seorang hamba tersebut menjalankan perintah salat. Awalu ma yakunu baina abdi wa rabbih wa huwa sajid atau kama qala. Keadaan seorang hamba yang paling dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hamba tersebut sujud. Disitulah keadaan seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seburuk apapun perbuatan kita salat, jangan pernah tinggalkan salat. Karena ulama tidak memberikan uzur terhadap orang yang meninggalkan salat selagi dia masih sadar atas apa yang dia ucapkan. Itu ikhwan, sesuai dengan tata cara syariat. Ma'asyiral hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Diceritakan juga bahwasannya lama ahrama Sayyidina Umar bin Khattab fi salati subhi, ketika Sayyidina Umar bin Khattab ihram di dalam mengimami salat subuh pada saat tersebut, maka Sayyidina Umar bin Khattab ditusuk dari belakang oleh seseorang yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi. Seorang yang bernama Abu Lu'lu' dari yang mana beliau ini memegang agama Majusi. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Dia menusuk dari belakang dengan 3 tusukan sampai Sayyidina Umar bin Khattab tersebut terjatuh. Lalu imam pada saat itu digantikan oleh Abdurrahman bin Auf, dan Sayyidina Umar bin Khattab dibawa ke rumah beliau. Sampai waktu duha, Sayyidina Umar bin Khattab sadar. Apa yang beliau pertama kali ucapkan? Yang dikatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, as-shalah. Iya, naam, aku belum salat, aku belum melaksanakan salat subuh, maka ambilkan aku wudu. Diambilkan wudu, dan Sayyidina Umar bin Khattab berkata, la hadza fil Islam liman tarakas shalah. Tidak ada bagian di dalam Islam bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Maka Sayyidina Umar salat wa huwa shalla jalisun. Dia salat dalam keadaan duduk, wajarhuhu yath'ubu daman, sedangkan darah yang bekas ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah tadi masih mengalirkan darah. Ini Sayyidina Umar bin Khattab al-mubasysyir bil jannah, orang yang dikabarkan pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, masih membutuhkan Allah, masih mendirikan salat
dalam keadaan beliau terluka parah, ikhwan. Maka daripada itu, ikhwan, marilah kita benahi solat kita yang pernah kita tinggalkan qadai. Berusaha sekuat mungkin untuk mempelajari daripada hal-hal yang menyangkut hukum-hukum yang menyangkut daripada perihal solat tersebut. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Inilah intisari dari peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah solat, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang asalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Bulak-balik baginda Nabi Muhammad menghadap Allah sampai 9 kali. Akhirnya ditakhfif oleh Allah menjadi 5 waktu. Akan tetapi ikhwan, 1 waktu yang kita lakukan tersebut bernilai 10 waktu, tetap menjadi 50 waktu. Maka daripada itu ikhwan, jangan pernah tinggalkan solat lagi. Benahi solat kita agar Allah Subhanahu wa taala mengenal kita, agar Allah Subhanahu wa taala tahu kepada hambanya yang selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Di sini Al-Faqir akan menutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang, ini khitab dari Allah Subhanahu wa taala, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan lalaikan kalian, jangan sampai melalaikan kalian anak-anak kalian, harta-harta kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir menafsirkan an dzikrillah adalah salat 5 waktu. Jangan sampai salat 5 waktu kita terlalaikan oleh anak-anak kita. Jangan sampai sholat 5 waktu kita terlalaikan oleh harta-harta kita. Tinggalkan perdagangan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki terhadap orang-orang yang tidak meninggalkan sholat. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, yang meninggalkan sholat dikarenakan kelalaiannya terhadap anak ataupun harta dia yang dia punya, maka orang tersebut termasuk dari orang-orang yang merugi. Ini khitab Allah kepada kita, ikhwan. Maka daripada itu, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mendirikan salat, dan salat kita insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Hadza minni wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairal jaza ya akhina Sayyid Hasan bin Alwi Al-Kaf atas penceramahnya tadi. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, saya Al-Faqir akan mengulangi undangan untuk malam-malam berikutnya. Malam Rabu, malam Kamis, acara peringatan Isra Mi'raj akan diadakan di Pompes Rubat Al-Muhibbin Asuhan Sayyidul Walid Abuya Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, waktu ba'dal maghrib sampai dengan selesai. Kemudian untuk malam Jumat, hari Kamis malam Jumat, peringatan Isra Mi'raj akan diadakan di Majelis Syababul Mustafa, waktu ba'dal Isya sampai dengan selesai. Kemudian juga menyampaikan undangan Hauliyatul Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Munawwar yang akan bertepatan pada tanggal 28 Rajab atau 11 atau 17 Januari, hari Sabtu, 10 sampai dengan selesai. Itulah yang bisa kita sampaikan. Kemudian akhiran yang terakhir, doa penutup yang akan kita mintakan Sayyidul Walid Abu Umar Abdul Aziz Abdurrahman bin Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syarqiyan wa la ma'ruma wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin.